الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم. هنتكلم النهاردة عن أول فيديو في مادة التأمين على الحياة لكلية إدارة الأعمال، فيلا بينا هنتعرف على أهم العناصر ونتكلم فيها باستفاضة علشان نلم مادة التأمين على الحياة بأفضل الدرجات. يلا بينا. هنتكلم دلوقتي عن أول تمهيد. سؤال كلنا بنسأل نفسنا: عمرك أخدت قرار وحسيت إنك بتغامر بكل حاجة، أو خفت تاخد خطوة جديدة علشان مش عارف ايه اللي ممكن تخسره في الخطوة دي؟ الاحساس ده ممكن يصيب اي حد، وده بنسميه المخاطرة. يعني المثال الاولاني في حياتنا اليومية، كل قرار بناخده سواء في شغلنا او علاقاتنا بالاخرين او حتى في تطوير نفسنا بيكون معاه نسبة من المخاطرة الشخصية، وهي باختصار احتمال التعرض لخسارة او ضرر نتيجة قرار معين، خصوصا إذا انا اخدت قرار ممكن القرار ده يترتب عليه خسارة لناس آخرين. فلازم قبل ما أخد قرار لازم أدرس القرار ده من كل الجوانب الخاصة بيه المتاحة، علشان لما أخد القرار يكون قرار صحيح. التأمين الحياة بيعتبر هو المظلة اللي بتحمينا من المخاطر الشخصية. كل واحد في حياتنا ليه خطر بيخاف منه، فبيبتدي يأمن عليه بالطريقة المناسبة ليه. طبعا الأمر بيد الله، وفي بعض الأخطار لا نستطيع الحماية منها أو التأمين ضدها. هنتعرض دلوقتي في الفيديو المبسط ده عن أنواع المخاطر الشخصية وتعريفها وأنواع المخاطر على الحياة، وبنكافح ازاي المخاطر دي أو بنقلل نسبة حدوث الخطر أو الضرر. يلا بينا هنتعرض لأول أنواع من أنواع التأمينات على الحياة. ده الكتاب الPDF. ما هي الأخطار الشخصية؟ تعريفاتها طبعا. الأخطار الشخصية هنتكلم عنها باستفاضة في بقية الفيديو. ده برضو نص الكتاب اللي أنا ترجمته علشان أشرحه. في فيديو النهاردة هنفهم مع بعض يعني ايه مخاطر شخصية، ازاي نقيمها صح، علشان النتائج بتاعتها مش احنا بس اللي بنتحملها أو بندفع تمنها، في ناس آخرين بيتحملوا جزء من المخاطر اللي أنا بتعرض ليها. عشان نفهم الفكرة أكتر ونقرب المعلومة، خلينا نتخيل إن شخص قرر يسيب وظيفته الثابتة عشان يبدأ مشروعه الخاص. شخص من حقه إن هو يبدأ مشروعه الخاص ومش مرتاح في الوظيفة بتاعته، فيبتدي يعمل مشروع الخاص. لو هو هنا قرر إن هو يترك عمله دون الحصول على عمل آخر بديل، طبعا هنا بيواجه نوعين من المخاطر. الخطر الأولاني انقطاع الدخل بسبب تركه العمل دون البحث عن عمل آخر قبل الاستقالة. هو ما حسبش الموضوع صح، فبالتالي راح قدم استقالته، وبعد كده ابتدى يفكر في العائلة المعالين اللي هو بيصرف عليهم هيتصرف معاهم ازاي. الخطرة التانية هو بيعول أسرة بتركه للعمل، أصبحت الأسرة مهددة بلا دخل، فقدت الاستقرار المالي والعائلي، فهو طبعا دخل نفسه في مخاطرة لسه هيدفع تمنها بعدين، أو هو لسه ما قررش كمية المخاطر اللي هو يتحملها نتيجة لقراره ده. هو ما دفعش ثمن قراره ده لوحده، وهو في ناس تاني هيدفع ثمن المخاطرة اللي هو قام بيها. هنستعرض بسرعة أهم العناصر الموجودة في الدرس بتاعي، وهي تعريف المخاطر الشخصية. المخاطر هي اللي تصيب الشخص في جسده أو حياته أو مقدرته على العمل والكسب، وبالتالي التوقف عن العمل، فبيبقى محتاج حد يساعده. أول الأخطار اللي بيتعرض ليها الشخص هي خطر المرض أو العجز. تعريف خطر المرض أو العجز: توقف القدرة عن العمل وعلى الكسب وما يترتب عليه من فقدان الاستقرار العائلي والمالي. النوع الثاني من أنواع الأخطار اللي بيغطيها التأمين: خطر الوفاة، لما العائلة بتفقد العائل، وده بيغطيها التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتأمين الجراحة وتأمين العلاج الطبيعي. كل دي أخطار بتغطيها وثائق التأمين أو التأمين على الحياة، بتدي معاش لمن يحدث عندهم حالات الوفاة إذا كان هو ليس له عائل أو ملوش مصدر كسب ثابت. خطر المرض: طبعا المرض بإيد ربنا سبحانه وتعالى، محدش عارف هو هيمرض امتى، فبالتالي في بعض وثائق التأمين اللي بتغطي خطر المرض، لأن في حالة المرض الشخص بيكون غير قادر على العمل والكسب، فالخطر ده بيصيبه بضرر في جسده يجعله غير قادر على العمل أو إعادة الآخرين. أخطار الممتلكات: كل واحد عنده سيارة بيحبها ويخاف عليها، فبقى خايف عليها يحصل لها حادث تتسرق. عنده منزل جميل وشيك، خايف عليه برضو يتعرض لخواطر أو حوادث.
كهرباء، حوادث سرقة، حوادث انهيارات. فبالتالي الأخطار دي بيأمن عليها واسمها أخطار ممتلكات، بنأمن على الخطر أو الحاجة اللي احنا بنحبها، علشان لو حدث لا قدر الله خطر أو ضرر ليها ما تبقاش الخسارة كبيرة. خطر الشيخوخة، طول العمل أو طول العمر بدون دخل ثابت. الأشخاص اللي بيوصلوا لمرحلة متقدمة من السن، من الكبر، بدون عائل، مفيش أي حد بيعولهم، فبيبتدي يطول عمره. هو عارف ان هو طبعا لو هو وصل لمرحلة الكبر محدش هيعوله، فبالتالي بيروح يأمن على حياته ضد خطر الشيخوخة. نيجي بقى المخاطر الشخصية اللي احنا اتكلمنا عنها. مخاطر المسؤولية المدنية، تعريفها تعويض الغير نتيجة حادث. عندي المخاطر الشخصية هي المرض والعجز والشيخوخة والبطالة والوفاة. طبعا دي أخطار شخصية لو حدثت للشخص لا قدر الله مرض أو عجز، سواء عجز كلي أو جزئي، أو شخص كبير في السن متقدم في السن، شخص متوقف عن العمل بيعاني من البطالة، أو حدثت الوفاة للشخص. فبالتالي دي مخاطر شخصية بيخاف الشخص إن هي بتحدث ليه في جسده أو في مصدر رزقه. فبالتالي لازم نواجه المخاطر الشخصية دي بشكل علمي، نبتدي نعمل احتياطاتنا. السؤال الرئيسي اللي لازم نجاوب عليه أو التأمين بيجاوب لنا عليه: إذا وجد الخطر كيف سيعيش الشخص والأسرة بعد فقدان مصدر رزق؟ وبالتالي هنتعرض في الفيديوهات القادمة عن أهم المخاطر الشخصية اللي بيغطيها التأمين. فالمخاطر الشخصية غالبا ما تخلق عواقب تغير الحياة، لأنها تمس الحياة والعواقب، وممكن يغير مستويات المعيشة وهيكل الأسرة كلها بتنقلب رأسا على عقب نتيجة فقدان العائل اللي هو بيصرف عليها. ومن هنا فوظيفة التأمين إذا حدث شيء: ما هي الخطة المالية التي تمنع الأسرة من الانهيار أو الوقوع في الديون، أو الواحد يعيش بدون مصدر دخل ثابت. هو ده بنجاوب على كل ده بالتأمين. ختاما، ده كان فيديو مبسط قوي عن تعريف المخاطر الشخصية. هقولها لكم في نقاط محددة. المخاطر الشخصية هي التي تمس الشخص في ذاته وفي مصدر رزقه وفي قوته، بتجعله عاجز عن الكسب وإعالة الآخرين. عندي الأخطار هنا، عندي أخطار ممتلكات وأخطار مسؤولية مدنية، وعندي أخطار أو مخاطر شخصية. الخطر هو كل ضرر يحدث للإنسان دون إرادته أو رغبته. ده كان فيديو بسيط قوي عن المخاطر الشخصية في التأمين على الحياة. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله في الفيديو القادم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.